لو سألت السؤال ده في أول دقيقة هتعرف على طول تكمل ولا تقفل المكالمة وتروح للعميل اللي بعده. السؤال ده ببساطة هو: هل في عقار معين حضرتك شفته قبل كده أو مشروع معين حاسس إنه قريب من اللي حضرتك بتدور عليه؟ لو قال لك والله أنا كنت بشوف كذا وكذا وبدأ يحكي لك ويتناقش معاك، فده عميل حقيقي شاف السوق وبيقارن وعنده نية وبيدور بجد، وده لازم تكمل معاه لأنه داخل بنية قرار حتى لو الوقت اتأخر شوية. طب لو قال لك لا والله مش عارف، وريني انت اللي عندك، أو لا والله ده انا لسه بفكر، أو والله حضرتك انا اول مره ادخل على موضوع العقارات ده وبصراحه لسه بشوف الدنيا فيها ايه، أو والله انا بشوف الموضوع ده لواحد صاحبي مش ليا. ده تأكد إنه مش جاهز. ممكن يكمل، ممكن، بس النسبة الأكبر إنه هينسحب لأنه في الغالب بيبقى بيستكشف. ساعتها أنت هتقرر تستثمر معاه ولا تشوف ليد تاني يكون هو أولى بالوقت ده. السؤال ده ذكي جدا لأنه بيكشف حاجتين مع بعض: خبرة العميل في السوق، مدى جدية هذا العميل في القرار. ما تضيعش وقتك في 30-40 سؤال عشان توصل لنقطة البداية. ابدأ بالنقطة اللي تفتح أو تقفل الباب من بدري. الخلاصة: السوق مليان ليدز، بس العميل الحقيقي مش محتاج إقناع كتير، هو محتاج توجيه وتوصية. فابدأ دايما بالسؤال الصح علشان توصل للعميل الصح.